الحمد لله قبل كل شيء صحيح. ما كناش بصراحة نتمناو اليوم باش نخليو نقاط لهنا. كنا معناتها حضرنا تقريبا ماتشونا، بالرغم اللي تعرف المباريات متتاليين هذوما ما عندكش برشا وقت باش تحضر المباريات في جرة بعضهم، وخاصة مباراة مهمة كما المباراة نتاع اليوم ضد ترجي رياضي. لكن شفتوا تقريبا معناتها سوء الحظ اليوم معناتها بكيفية غريبة جاء ضدنا. نحن شفتوا بداية المباراة تقريبا العشرة دقائق الأولانيين الفريق نتاعنا كان محترم جدا، وجاتنا أول كرة في المباراة نتاع فادي بن شوك، كان ينجم يتعامل معاها لكن ما عندناش ملامة الحقيقة على تضييع الكرات هذوما. كانت اللي تنجم معناتها تغير برشا أشياء في المباراة بطبيعة الحال. من بعد إذا كان نغلطوا الأخطاء البدائية هذيك تقريبا احنا ثلاثة بونتوات اللي قبلناهم على أخطاء بدائية. الكرة الأولى نتاع موك دو كوميونيكاسيون بين الجارديان نتاعنا والديفونسور، الكرة الثانية على بالاريتي، بالرغم في اللي بالاريتي هذوما من نقاط القوة نتاع الفريق نتاعنا سواء من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية، لكن تعرف أحيانا ينقص التركيز نتاع اللاعبين، أحيانا شوية تعب تخلي اللاعبين نتاعنا ممكن يفقدوا التركيز نتاعهم. كيف الكرة الثالثة شفتوا معناتها زاد باهتة في الدفاع نتاعنا، كرة من لا شيء ولات لنا اهداف. قبلنا مالوريزمون ثلاثه اهداف بدائيه، كنا نجموا نرجعوا في الطرح مع ضربه الجزاء اللي جاتنا، تعرف معناتها تعطينا نوعا ما شويه ثقه وتخلينا اللي نمشيو اكثر لقدام، ولما لا وعملناها قبل وكنا خاسرين ورجعنا. لكن زاد ما ننساوش اللي لعبنا بصراحه ضد فريق محترم جدا. شفتوا حتى اللاعبين الاحتياط اللي عندهم شكون عندهم، وشفت احنا ما عندناش الحلول، وهذا من قبل نقولوا فيه من اللي بدينا نخدموا ما عندناش حلول كبيره بصراحه في المجموعه نتاعنا. اليوم كي يغيب لنا لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه نتاثروا، خاصه من الناحيه الهجوميه. في الدفاع ديما عندنا شويه حلول، لكن في وسط الملعب ومن الناحيه الهجوميه خاصه ما عندناش برشا حلول. تقريبا اليوم شاركنا المهاجمين نتاعنا الكل، ولو انه فما بعض اللاعبين اللي في كل مره نشاركوهم ونعرفوا اليوم ما مش باش يعطينا الاضافه، لكن احنا من دورنا كاطار فني بطبيعه الحال نتحمل المسؤوليه كامله نتاع النتيجه هذه. لكن زاده فما اشياء بصراحه اللي اقوى منا نحن، كما قلت لك معناتها ما عندناش حلول كبيره برشا في التغييرات اللي باش تخلينا نغيروا نوعا ما من وجه الفريق نتاعنا. لكن معناتها خساره كنا نستناو، راهو تعرف قاعدين نحقوا في سلسله نتاع نتائج ايجابيه، لكن تعرف لازم باش يجي نهار وباش تخسر. جاء النهار اليوم مالوريزمون معناتها العكسيات من النواحي الكل. ما علينا كان نرجعوا نركزوا، ما علينا كان نرجعوا للهدوء نتاعنا ونكملوا نحضروا المباريات كما عملنا قبل. اليوم لو بلوز امبورطون هو الماتش القادم نتاعنا، ماتش السي بي، ان شاء الله نرتاحوا مليح ونحضروا له كما يلزم، ونرجعوا ان شاء الله للسلسله الجديده نتاع انتصارات. لك اليوم كي نرتكبوا الاخطاء هذيك بصراحه والله شوف انس ما نجمش نلوم عليه. تعرفوا معناتها حارس مرمى عمره 18 مازال كعمل 18 ويلعب في فريق كبير ويلعب في كلاسيكو كبير، بطبيعه الحال مهما تكون الشخصيه نتاعو معناتها الملاعبي ديما باش يحس شويه. ما نجمش نلوم عليه، اللوم على الملاعبيه ممكن اللي عندهم اكثر اكسبيريونس، اللي خاطر اليوم كي نرتكبوا الاخطاء البدائيه هذيك سواء في الزوز بونتوات اللي قبلناهم ولا في الكره الثابته، هما تقريبا كلهم معناتها كرات سهله بصراحه، كرات سهله اللي ماناش متعودين نقبلوا الاهداف كيف هذوك. ريان لا ريان سيتي ان شوا، شفناه ريان كيف سيت ان جون جوور ما شاء الله معناتها عنده امكانيات كبيره. ممكن اليوم ارضيه الملعب هي اللي قلقتنا برشا، خاصه من اللاعبين الشبان هذوما ما همش متعودين يلعبوا في ريتم عالي، وزيد على هذا ارضيه الملعب عملنا شوا ممكن نتاع كونتي ممكن عنده اكثر خبره. شفناه ريان ما دخلش في الماتش كما يلزم لا من الناحيه الهجوميه ولا من الناحيه الدفاعيه، ونحاولوا احنا وهذا واجبنا كاطار فني باش نحميوا اللاعبين نتاعنا. ملاعبي عنده امكانيات كبيره يلزمنا نحميوه. مي قلت لك مالوريزمون اللي ما عندناش الحلول، ومتاكد دي فوا نبدا باش نهبط ملاعبيه ونعرف اللي هما مش يعطيونا شيء، خاطر اكثر ناس يعرفوا القيمه نتاع اللاعبين نتاعهم هو احنا الاطار الفني. هذاك علاش ديما نعملوا هكم كريتوا حتى ثلاثه مباريات الاخيره تقريبا قاعدين نلعبوا بنفس التشكيله، خاطر ما عناش كان جي عنا رانا كيما عملت الترجي الرياضي وكيما عملوا فرق اخرى راهم رتحوا برشا ملاعبيه، رتحوا اربعه وخمسه ملاعبيه. احنا اليوم عندنا ثلاثه ملاعبيه بليسي كيما المباريات السابقين ونلعبوا فيهم بور لا سامبل ريزون على خاطر ما عندناش حلول. بالطبيعه شوف راهو ذوما لي كارتون اللي يتاخذوا هكاكا بيتمون في جرتهم برشا عقوبات ماديه، عبيد تعاقب قبل بعقوبه ماديه، اليوم كيف باش يتعاقب بعقوبه ماديه اخرى. لكن هذوما الحاجات يعرفوهم الاولاد معناتها حاجات عاديه بالنسبه يلعبوا في فريق كبير، يعرفوا الاشياء هذه. هاني قلت لك ما علينا كان نرجعوا للهدوء نتاعنا، نرجعوا نركزوا باش نكملوا نحضروا المباريات الاخرين نتاعنا كما يلزم. شكرا.
بالطبيعه شوف اليوم في الفرق الكبرى ما تنجمش تجي تقول راني مانيش باش نلعب، وهذا الميساج اللي عديته من اول نهار من اللي جيت للنجم الساحلي وكنتوا تعرفوا الوضعيه اول ما خذينا للفريق. ما تنجمش اليوم تجي الفريق كبير وتقول له باش تلعب على المراتب الثانويه، مستحيل. بالعكس باللي موجود نجموا نخدموا، باللي موجود معناتها قادرين باش نخدموا. وصلنا ديجا المرحله باهيه برشا بالموجود، ما فماش علاش باش نقفوا اليوم. عادي جا معناتها عادي خسرنا في كره القدم، لازم باش تجيك مباراه تخسر، لازم باش يجيك ان جور سون اللي تقريبا الدنيا كلها باش تجي عكس معناتها الشيء اللي تنتظره انت كاطار فني. لكن بطبيعه الحال باش ندافعوا الاخر الرمق نتاعنا. النجم الساحلي فريق كبير متعود باش يلعب على الالقاب، متعود باش يلعب على المراتب المتقدمه، وهذا الاوبجيكتيف نتاعنا ماهوش باش يتغير. اخر سؤال. يعطيكم الصحه.